السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة مريم. نتمنى أنكم كامل تكونوا بخير بصحة جيدة. إذا جيتكم بوصفة جديدة وهي الصمصة الجزائرية. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب وتفضلوا شوفوا هذه المقادير. بالنسبة للعجينة عندي هنايا 500 غرام من الفارينة أو الدقيق الأبيض، عندي حبة بيض كاملة، فانيليا ورشة ملح. بالنسبة للزبدة عندي 200 غرام من الزبدة تكون طرية ماشي ذايبة، وعندي ماء ومزهر. للحشو هنايا عندي 100 غرام من السكر العادي، وعندي هنايا لوز اللي كنت حمصته وطحنته بقشورو عاد 300 غرام. وهنا عندي هذا اختياري لوز إفيلي أو رقائق اللوز، تقدروا كذلك تعوضوه بالجلجلان. بالنسبة للعجينة هنا راح نضيف الملح، رشة الملح، والفانيليا تكون اون بودر أو سائلة. وهنا قلت لكم ما ندوبش الزبدة، راح نديرها هكذا طرية على درجة حرارة الغرفة، ونبدأ ندخلها مليح مع الفارينة. لازم نبسسها مليح حتى كي الزبدة ما تعودش تبان. هنا ضربت الحبة تاع البيض راني ضفتها، وراح ندير شويه برك من الماء ومزهر مخلطين. روحوا غير بالعقل هنايا، لازم العجينه تاعكم تكون نوعا ما يعني يابسه، ما زوش ديروها طريه. هذيك العجينه تاعي وجدت، لازم تشوفوا يعني معايا القوام تاعها لازم تجيكم هكا حكمه روحها. الان انا راح نديرها كريات حقسمها على 4، نغطيها ونخليها ترتاح لمده نص ساعه. للحشو هنايا ندير السكر مع الفانيليا، تخلطوا مليح. من بعد راح نضيف ملعقه كبيره من الزبده الطريه اللي كنت نسيت ما ذكرتها لكمش يعني من قبل. هنا تضيفوها، نحاولوا نخدموها شويه. والان نبداو نضيفوا مزهر فقط وحده حتى كي نتحصلوا على هذا الحشو اللي يكون مرمل. نخلوها على جنب، وهنا راح نبداو نحلو العجينه تاعنا. ناخذ كريه، والان اللي عندها الماشينه تبدا يعني بالرقم 1. كل واحد والماشينه تاعها. رقم 1 هي يعني تكون عريضه مفتوحه، اللي راح نبداو في كل مره نطوي العجينه كيما راكم تشوفوني ندير لها. علاش هاد المرحله مهمه؟ باش العجينه يعني كي ترتاح تطلق روحها وتولي طريه. هنا نعاودوا نخدموها باش تحكم روحها ونقدروا يعني نخدموا بها بهذه الطريقه. اللي ما عندهاش الماشينه تاع العجين تقدر تخدم بيدها، تعاود تعجن العجينه شويه هكا بيدها فقط، ومن بعد يعني تبدا تحلها رقيقه، تحلها رقيقه بزاف يعني، وتاخذ الجراره او القطعه هذيك اللي نديروا بها القريوش، ولا يعني بالموس، وتقطع شرائط يكونوا طوال. هنا نقسمها على زوج باش نبدا نفتحها رقيق. هنا طويتها على زوج كما راكم تشوفوا. لازم المستطيل تاعي عفوا يكون يعني ما يكونش عريض بزاف. هنا درتها في رقم 3، يعني 1 من بعد 3 ومتوسط. من بعد درتها في رقم 6 الاخير يعني باش تجيكم رقيقه. وهنا راح نقطع هاد الجوانب ما جاتكم عريضه كذلك، يعني ديروها بهذا العرض، لازم تجيكم يعني شويه رقيقه. هنا راح نبدا نشكل الصمصه تاعي، نقطع بهذا الشكل، وناخذ الحشو تاعي باش ندير قسمه غرفه كبيره داخل. هكذا اخواتي ما يعرفوش يلفوا الصمصه اتمنى انهم يتابعوني مليح. هذه اولا يعني هذه اول
لفه راح نديروها للصمصه كما راكم تشوفوا هكذا، وهنا نغلقوا عليها كما راكم تشوفوا، نضغطوا في الجنب، وهنا في الطرف كذلك نغلقوهم كامل باش ما يخرج لناش الحشو. هذه اولا. هنا هذه الثانيه، الطويه الثانيه والطويه الثالثه، وهنا نحبسوا، وهنا كذلك باش تجيكم الصمصه تاعكم تجيكم فايتي. وهنا نغلقها مليح باش ما تنفتح لكمش كي تكونوا تقلوا فيها، هذا ضروري نغلقوها مليح. انا هنا راح نكمل كامل الكميه تاعي، راح تشوفوا هنايا بدات الزيت تسخن، راح نبدا نقلي على نار متوسطه. هنا ضروري انكم يعني تديروا ترموا الزيت على هاد الحبات تاع الصمصه باش ينتفخوا لكم ويجوكم ملاح، من بعد قلبوهم. هنا راح نقطرهم كما راكم تشوفوا، وراح نعسلهم يعني بالعسل العادي. وهنا الصمصه الجزائريه راهي واجده كما راكم تشوفوا. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم، ونقول لكم اليوم ملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.